ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض ايس كريم بنكهه الليمون، بطعم الليمون، لكن ايس كريم انا جايبه البودر بتاع الايس كريم. بجيبه منين؟ من محلات خامات الحلويات. انا جايبه ربع كيلو بودره ايس كريم تحفه، طبعا مجرباه. وايس كريم الليمون ده ممتاز بصراحه. ده ربع كيلو بودره. ممكن تعصري عليه ليمون، سهل جدا جدا. بتضربيه بالمضرب. بحط عليه ميه، كوبايتين ميه ساقعه متلجه. بسم الله. بس وابدا اضرب بالمضرب. هو مش قادره اقول لك، ادوب كده لغايه ما اخليه زي الكريمه كده. الريحه مش قادره اقول لكم. طبعا الجو حر جدا، لا غنى عن اي مثلجات او مشاريب ساقعه او ايس كريم او جيلي. كل الحاجات دي حلوه في الحر، بتمتص الحراره من الجسم. هخلص ضرب وارجع لكم. هعصر عليه ليمون عشان اعزز الطعم. بسم الله. بعدين هجمده واقدمه معاكم. منعش جدا في الحر. واكمل ضرب اهو. خريطه خلصت الايس كريم اهو. ريحته مش قادره اقول لك. طبعا لما بتنزلي تشتري اي بودره ايس كريم بتجيبي من اللي بتشتري منه. شوفي بقى بتجيبي منين. تقولي له عايزه احسن نوع شركه، لان هي شركات كتيره. وده على فكره بودره الايس كريم اللي بتعمل بيها معظم اللي بيبيعوا الايس كريم. انا بفضل الطريقه دي وبحب طعمها جدا. ولا بقى بتضيفي حاجات ولا سكر. انا عملت لك كذا طريقه عشان تختاري الطريقه الاسهل. بتجيبي احسن بودره ايس كريم. عايزه تحطي لبن حطي، عايزه تحطي ميه مثلجه، اللي يعجبك. الحاجه دي في الاخر بترجع لك. يجمد وبعدين نقدمه مع بعض. طعمه جدا حلو، حلو جدا جدا بصراحه. يعني انا مجربه منه نكهات كتيره. فقلت اعمله لكم، وسهل، بياخدش وقت. يا دوبك بس بيتحط في الفريزر ساعتين، مش كتير زي اللي احنا بنعمله من اول. يعني اللي احنا بنعمله عملت لكم فيديوهات كتيره ايس كريم على ايدينا بالفاكهه وكده. كده انا هحطه في الفريزر يجمد ونقدمه مع بعض. طعمه منعش جدا الليمون. وفي طبعا نكهات كتير، في مستكه، في فستق، في كل اللي انت عايزاه، فانيليا، شوكولاته، كل حاجه. بيدي المطه بتاعت الايس كريم بتاع اللي انت بتجيبيه مثلا من اي حد لما بتتمشي في اي مكان. حلو قوي قوي قوي. هيجمد ونقدمه مع بعض. عايزين نقدم بقى ايس كريم الليمون مع بعض. انا سبته يجمد شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جمدش قوي في الفريزر عشان انا مستعجله عليه يعني. بس مش قادره اقول لكم على الطعم. اهو ايس كريم الليمون. عايزه اوريكم هو ناعم قد ايه. والطعم تحفه تحفه. عملنا مع بعض ايس كريم الليمون. جبنا بودر ايس كريم وعملناه. ما بياخدش 5 دقايق يا جماعه. وتحطي فيه التلاجة ساعه ساعتين وتاكلي احسن ايس كريم في الحر ده. تحفه. بينعش كده. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد.